السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. ان شاء الله النهارده هنعمل بقى كبده شرايح والبابا غنوم زي ما انتم شايفين اهوت. هناكلها النهارده بقى ايه بالكبده الشرايح ديت اللي احنا عملناها امبارح. انا مستخدمه كبده شرايح زي ما انتم شايفين. انا ما بغسلش الكبده، انا بغسلها بليمون، عصرت عليها ليمونه وسايباها على الصفايه وحاطه طبقه تحت الصفايه لو فيها بكتيريا ولا اي حاجه تنزل معاها. تمام كده اهوت. بعد ما سبتها قد ساعه هيت في الليمونه اهوت. تعالوا بقى ايه نتبلها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه معلقه الفلفل الحامي المفروم، ومعلقه من الثوم المفروم برضو، وطبعا رشه من الكزبره ورشه من الكمون، ورشه طبعا من الملح حسب احتياج الحاجه، وطبعا نص عصره ليمونه، وحاجه بسيطه كده من ايه رشه من الفلفل بسيط او كده اهوت الفلفل الاسمر عشان ايه ما يغمقليش الكبده. تمام كده اهوت. هتبل بقى الكبده بقى بالتتبيله الجميله الهايله ديت زي ما انتوا شايفين اهو. تشرب منها التتبيله واسيبها ايه بقى ايه قد ساعتين 3 كده اهوت. كل ما تقعد كل ما تبقى احلى. تمام كده اهوت. تعالوا بقى نشوف ايه هنعمل ايه مع بعض يا حبايب قلبي. طبعا بعد ما قعدت في التتبيله هي بتاعت ساعتين، تعالوا بقى ايه نعمل الكفر بتاعها. طبعا نص كوبايه من الرده، معلقتين من البقسماط، معلقتين من الدقيق، طبعا نفس البهارات اللي انا حاطاه في التتبيله هحطها فيها، بس هزود ايه طرف المعلقه بيكنج باودر. تمام كده اهوت. الدقيق طبعا والبقسماط بيخليها طريه وجميله في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. واضغط عليها بالكفر اهوت. شايفين اهو. اخلص بقى الكميه وارجع لكم تاني يا حبايبي عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. انا حاطه قلايه على البوتاجاز وحاطه على زيت غزير. تعالوا بقى ايه نقلي الكبده بتاعتنا الجميله دي. والله ما قادره اقول لكم على ريحتها تحفه زي ما انتوا شايفين اهو، جميله وطريه وحلوه. تمام اوي كده اهو. ده شكلها النهائي يا حبايب قلبي، والبابا غنوم اهو في منتهى الجمال. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنساش بقى شير ولايك واشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد.